السلام عليكم. عاصفة الأهداف. كيف قلب الأخضر الطاولة على اليمن في مباراة نارية جمعت بين المنتخب اليمني والسعودي؟ شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة. اليمن يتقدم بهدفين مذهلين، لكن الأخضر السعودي قلب الطاولة وعاد بقوة ليحقق فوزا دراماتيكيا 3-2. اكتشف كيف قاد محمد كنو ومصعب الجوير منتخب السعودية لهذا الانتصار الحاسم. هل كانت هذه واحدة من أفضل مباريات كأس الخليج؟ ملخص المباراة بالكامل الآن، واستمتع بكل الأهداف واللحظات الحاسمة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لمتابعة المزيد من المباريات الملحمية. مباراة السعودية واليمن كانت واحدة من أكثر المباريات إثارة في كأس الخليج 2024. اليمن بدأ بشكل قوي ومفاجئ، واستطاع أن يستغل أخطاء الدفاع السعودي لتسجيل هدفين في الشوط الأول، مما أظهر تحسنا كبيرا في أداء المنتخب اليمني مقارنة بالسنوات الماضية. لكن عودة المنتخب السعودي في الشوط الثاني كانت مذهلة. شخصية الأخضر ظهرت بقوة، ونجح في قلب النتيجة بفضل الهجمات المنظمة والضغط المستمر. تسجيل 3 أهداف بعد التأخر بهدفين يظهر قوة الفريق وإصراره على تحقيق الفوز، وهي علامة جيدة لمواصلة المشوار في البطولة. المنتخب اليمني قدم أداء رائعا رغم الخسارة، وكان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل لو حافظ على تركيزه في الشوط الثاني. بشكل عام، المباراة كانت ممتعة للجماهير، وعكست الروح التنافسية العالية في خليج 26. ما رأيك في أداء المنتخبين؟ وهل تعتقد أن السعودية قادرة على حصد اللقب هذا العام؟ وفي نهاية المرجو الاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.